السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. ما تيجي كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه النهاردة. هنعمل حاجة حلوة قوي كلنا بنحبها وبنشتاق لها كتير، ونروح طبعا نجيبها من المطاعم، بناكلها قصدي في المطاعم. فطبعا احنا بقى هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. وايه رأيكم بقى في الصينية اللي انا مشكلاها دي؟ طبعا احنا بقى جبنا ملوخية وقطفناها زي ما انتوا شايفين بقى بالطريقة ديت. لازم نقطف الملوخية حلو. الورقة اللي مش حلوة ما نعملهاش خالص، نسيبها. طبعا ملكة كالعادة معايا في الفيديو، فانا اسفة طبعا لصوت ملكة معايا في الفيديو. هي عمالة بتدور عليا يا جماعة، والله عايزة تجيني وانا طبعا قاعدة في الضلمة برضه، بس هي برضه عارفة ان انا فين، فهلاقيها جاية دلوقتي. المهم بقى انا قطفت بقى الملوخيه دي كده. فحبيبه طبعا قاعده تقول لي لازم انا اقطف معاكي يا ماما، قلت لها وماله تعالي، ما فيش اي مشكله. الملوخيه ديت من الاشياء الجميله الحلوه اللي احنا بنحبها طبعا، وبنحب ناكلها وكلنا بنشتاق لها كده وبنعشقها. وطبعا طريقتها مش صعبه ولا حاجه، طريقتها سهله. احنا بنعملها نوعين. نوع طبعا بننشفها، ونوع بنحب نسيبها خضرة لو احنا حابين نعملها خضرة. فطبعا احنا ايه، هنعملها دي ودي طبعا. دي طبعا العيدان. احنا كده خلاص نضفنا الملوخية وبقت تمام التمام كده. خلاص بقى ناخدها بقى كده واروح على الحوض بتاعي، اغسل الملوخية غسلتين تلاتة كده، عشان خاطر ايه الطينة او مكان الارض، فتتغسل معانا غسلة حلوة كده. فانا حطيت ايه معلقة خل يا جماعة او شوية خل فيها، عشان خاطر الميكروب اللي فيها. عايزة اقول لكم ان انا على طول بقعد اقول الميكروبات احنا بنقعد نضحك كده على طول. فعشان الميكروب اللي فيها طبعا، وعشان اي حاجة وحشة فيها تروح. الخل مفيد جدا جدا طبعا، بالذات في الخضروات بتاعتنا. انا غسلتها مرة واتنين وتلاتة ونقعتها ما نقعتهاش، اسفة، يعني نقعتها شوية في الخل برضو. سبتها لمدة دقيقة واحدة بس كده على طول. بعد من كده بقى انا بشتلها كده بحط مصفى طبعا، مصفى الخضروات، بصفي ميتها خالص. انا طبعا ما عنديش النشافة اللي بينشفوا فيها ديت، فانا حطيتها بقى في المصفى دي. طبعا المية اللي شفتوا المية عاملة ازاي، مكان الارض طبعا مش نظيفة خالص. فانا بقى غسلتها مرة واتنين وتلاتة. بعد من كده انا بنشف الملوخية بتاعتي حلوة جدا. فبعد ما بنشفها بحط حلة على النار فيها مية سخنة، بسخن طبعا مية. انا هنا طبعا راح احط الخل اهوت يا جماعة. بعد من كده بحط المية السخنة، بحط معلقة سكر فيها، بحط نص معلقة بيكنج باودر، عشان خاطر السكر يحافظ لي عليها طبعا، وعشان تبقى حلوة كده وجميلة وما يغيرش طعمها معايا. طبعا السكر مفيد في اي حاجة. عايزة اقول لكم ان هي كانت حلوة جدا. بعد من كده طبعا انا بحطها بقى على النار، ت... تستوي كده في النار، على النار يعني يا جماعة، يعني لازم نديها سلقة كده. هي ما بتتغيرش على فكرة شكلها ولا طعمها ولا اي حاجة، انا بس بسويها على النار. بعد من كده انا مش هقطعها بالمخرطة ولا حاجة بالقطاعة. انا طبعا هفرمها في الكبة، هي تبقى اسهل وسريعة معانا، احسن طبعا من ان احنا هنحطها نخلطها بالمخرطة. وعايزة اقول لكم على حاجة ممكن نعملها في الخلاط يا جماعة، والله على فكرة، يعني لو محدش عنده الكبة ممكن نعملها في الخلاط، او ممكن الكبة اليدوية. اللي عنده الكبة اليدوية دي ممكن برضو تمشي معانا عادي، حلوة برضو مش وحشة. انا صفيتها خالص. شفتوا بقى الخضار بتاعها بان ازاي لما اتغسلت بقى وبقت فريش ونضفت معانا، بقت حاجة تانية خالص. عايزة اقول لكم ان هي كان طعمها جميل جدا ولذيذة.
وهي الملوخية من أنواع اللي احنا بنحبها كلنا. الشعب المصري عامة كله بيحب الملوخية أوي أوي يا جماعة والله. وهي مفيدة أصلا وصحية وجميلة، وتخزينها سهل مش صعب ولا حاجة. عامة عايزة أقول لكم إن احنا أي حاجة الوقت عدنا بنخزنها، لأن الحاجة طبعا عادت غالية جدا، والعيشة عادت صعبة بمعنى أصح. وعايزة أقول لكم كمان معلومة، يعني الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره احنا منبقاش ضامنينها قوي. يعني الملوخية والحاجات دي عادت متوفرة كتير جدا ان احنا نشتريها، فليه احنا ما نخزنهاش ونوفر فلوسنا ونبقى ضامنين احنا جايبين ايه وعاملين ايه، وتبقى حلوة معاكي في بيتك احسن ما انت تشتريها من بره وتكلفي نفسك. على فكرة ما بتعملي الحاجة في البيت بتعمليها كمية كبيرة تلاقيها كمية كبيرة، لما بتشتريها من بره هي على قد فلوسك بس كمية بسيطة جدا، ومتبقيش حاسة بطعمها كمان، يعني الطعم عندك بيبقى مختلف. لكن الحاجة ما بتعمليها بإيدك انتي بتبقى ما شاء الله. صلوا بقى على النبي كده يا جماعة، وصلوا على الرسول، وافتكروا الرسول دايما عليه الصلاة والسلام. أهم حاجة ذكر الله على طول، لازم نبقى فاكرينه. ما ننساش طبعا الدعاء بتاع أذكار الصباح والمساء، ده أهم حاجة طبعا. لازم نبقى مشغلين القرآن طبعا في بيتنا على طول، لازم نبقى مبخرين بيتنا معطرينه. لازم يبقى بيتنا دي حاجة جميلة كده، تخش البيت روح تاني وحياة تانية طبعا. عايزة اقول لكم طول ما انتوا واقفين كده يعني سبحوا على طول، افتكروا ربنا دايما. خليه يغلب على الشيطان اللي دايما بيقعد يوسوس في عقلنا على طول، دايما نبقى فاكرينه على طول. الوقت بتاعنا مثلا لما نبقى فاضيين نقرأ شوية في المصحف، نقرب من ربنا. عايزة اقول لكم يا جماعة كل ده بيبعد عننا اي شر واي هم وطبعا الحسد واي حاجة وحشة ممكن تأذينا. كل ده لو عملنا الوصفات بتاعتنا دي كل ده هيبعد بعيد عننا. والكسل بقى، عايزة اقول لكم لما نكون بقى مكسلين قوي افتكر دايما الرسول عليه الصلاة والسلام، وافتكري ذكر الله على طول، وخليكي دايما حاطه في بالك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقومي طبعا تصلي وتقومي تقرأي آية الكرسي، اهم حاجة اقرأيها على طول دايما، هتمنع عنك اي حاجة وحشة خالص واي حاجة تأذيكي. وعلى طول هتلاقي نفسك بقى بقيتي نشيطة وحاجة تانية. فعلى طول دايما افتكروا ذكر الله عليه الصلاة والسلام، ده اهم حاجة. ولازم القرآن ده يبقى شغال في بيتنا 24 ساعة يا جماعة. هاتي دايما عندك راديو صغنطوط كده وشغليه دايما على إذاعة القرآن الكريم. وعلى فكرة هي هتفيدك كمان والله، يعني هتسمعي أحاديث، هتسمعي حاجات جميلة. أنا دايما عندي الراديو بتاعي مشغلاه على طول، لو انتوا حتى يمكن انتوا سامعينه معايا ما بفصلوش خالص من شقتي. أحس طبعا براحة نفسية، وأحس إن أنا داخلة شقتي مش تعبانة منها، دايما القرآن شغال فيها. دايما أبقى داخلة من باب شقتي أسمي الله و... والسلام عليكم يا أهل الدار. طبعا لازم ان احنا نقول كده، نيجي طالعين توكلنا عليك يا رب، توكلنا عليه طبعا حسب ما احنا عارفين وحسب ما احنا حافظين يا جماعة. دي حاجات طبعا مفيدة قوي. انا بقى فرمت الملوخية بتاعتي وطلعت بقى معايا بالجمال ده. انا اول مرة يا جماعة والله اعمل الملوخية الخضرة بصراحة، لان انا متعودة ان انا اعمل الملوخية الناشفة بس مش الخضرة. احنا هنا بنحب الملوخية الناشفة زيادة عن الخضرة. انا اول مرة بصراحة اعملها واجربها، لقيتها جميلة جدا ومفيدة وحلوة، وجربوها على طول مش هتخسروا حاجة. وطبعا انا سايبه لها عرق كده يا جماعة، العيدان ديت انت لما بتسيبيها كده في قلب العود، يعني في قلب ورقة الملوخية بتعمل معاكي مطة كده وعرق كده للملوخية، وكل ما تضربي فيها اكتر كل ما تبقى طالعة معاكي بمطة كده. كل ما تضربي فيها شفتم بتبقى معاكي بالقوام الجميل اللي انت شايفاه ده كده، بتبقى معاكي جميلة. فانتوا طبعا تبقوا سايبين لها عود حسب رغبتكم انتوا يا جماعة، عايزين تسيبوها تسيبوها، مش عايزين تسيبوها خلاص، حاجة حسب رغبتكم انتوا. انا حبيت اعمل لها عرق كده طبعا. انا بقى اشتلتها نقلتها طبعا في طبق تاني.
هي كانت حلوة جدا معايا بصراحة، وشكلها كان خضار، يعني خضار الملوخية، لأنها طبعا اتغسلت مرة واتنين وتلاتة ونعنشت معانا كده. وطبعا احنا حطينا بقى الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها، وجبت شوية مية ساقعين بس بردتها وشربتها من المية الساقعة على طول. بعد من كده طبعا انا كان عندي شوربة، بس انا حبيت اضيف للشوربة شوية كمون ومرقة دجاج. بعد من كده بقى حطيت شوية ملح صغنطتين، لان هي كانت الشوربة بتاعتي عدبة شوية. بعد من كده بقى انا بضيف الملوخيه بتاعتي، انا ما بحبهاش تقيله قوي يا جماعه، احنا بنحب الملوخيه ما تكونش تقيله قوي، طبعا حسب رغبتكم انتم. انا ما تقلتهاش قوي، انا خففتها شويه. هنا بقى الملوخيه بتقلبي فيها لما بتفك معاكي، قلبي فيها على طول كده هتلاقيها فكت معاكي، ما تخافيش، يعني هي مش عامله ريم ولا اي حاجه، هي كده بتستوي بتغلف بعضها. بعد بقى ما فكت انا حسيت ان هي لسه خفيفه قوي، لان طبعا انا مش عايزاها خفيفه قوي. انت طبعا بتاكليها بالعيش، بتعمليها زي الشوربه كده، انا عايزاها بقى بالقوام الحلو ده. انا كنت بقى عايزاها كده، ما شاء الله ما شاء الله، كانت ريحتها حلوه قوي بصراحه، والله يا جماعه كانت ريحتها حلوه. طبعا انا جبت معلقه سمنه بلدي، معلقه السمنه البلدي ديت عشان احط افتش التومه بتاعتي. معلش اسفه لصوت ملكه يا جماعه، والله صوتها صعب جدا. عايزه اقول لكم ان الساعه 2 بالليل اصلا، الفيديو ده انا بسجله لكم متاخر، بس مليكه لسه صاحيه معايا مش راضيه تنام خالص، وعشان الاصوات اللي حضراتكم بتسمعوها معايا فغصب عني، معلش والله اعذروني. انا بعد من كده بقى انا وريتكم الملوخيه وجربتها لكم اهي بالطريقه ديت. حطيت السمنه بس تسخن مش تتقدح، لان السمنه بتتحرق. بعد من كده بقى انا هحط الثوم في السمنه البلدي بتاعتي، حابين تحطوا سمنة بلدي تحطوا، مش حابين خلاص حسب راحتكم اللي متوفر عندكم، بس انا حبيت احط معلقة سمنة بلدي اجربها بقى، لقيت طعمها احلى. عايزه اقول لكم ان الولاد وجوزي اتبسطوا منها قوي وقالوا لي طعمها جميل جدا. بعد من كده بس انا بشوح التومه يا جماعه، مش بحمرها ولا حاجه. بعد من كده طبعا ضفت الكمون بتاعي، الكزبره بتاعتي ضفتها طبعا على التوم. بعد من كده بقى خلاص، هي خلاص كده هي التومه بدأت تتشوح معايا، مش هحمرها ولا حاجه، لان انا عايزاها متشوحه بس. بعد من كده بقى احط شويه الكمون يتقلبوا الكزبره، انا بتلخبط بين الكمون والكزبره يا جماعه، معلش طبعا سوري اللخبطه بتاعتي دي. هضيفها طبعا بقى عليها خلاص. وبعد من كده بقى خلاص نغرفها بالهنا والشفا كده، خلاص الملوخية بتاعتنا بقت جاهزة معانا للأكل على طول. ما شاء الله كانت ريحتها حلوة جدا وكانت جميلة. هوريكم بقى الملوخية الخضراء والملوخية الناشفة اللي انا نشفتها. تنشيفها سهل جدا برضو يا جماعة، هي حاجة بسيطة. انا بنشفها ازاي؟ انا طبعا بقطف الملوخية وبتحطيها، بعد ما بتقطفيها بتحطيها في الشمس، بتفضل بقى لما تنشف معاكي خالص كأني بتعملي نعناع، بس بتفركيها بايدك بقى، تفضلي تفركي فيها لحد طبعا ما تنعم معاكي خالص، نعمت معاكي بقى خالص. خلاص كده بقى بتخزنيها، بتبقى حلوة جدا والله وجميلة وطعمها حلو، احنا بقى بنحبها بالطريقة ديت، بتبقى حلوة قوي قوي. فجربوا بقى الاتنين وقولوا لي ايه رأيكم، وطبعا ما تنسوش تحطوا له لايك وشير، وتقولوا لي ايه رأيكم في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد معايا. انا عبيت بقى الملوخية بتاعتي اهيت، شفت بقى المطة بتاعتها. انا بقى كنت محتاجة بقى ان انا اشوف المطة دي والخضار بتاع الملوخية. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا وحلوة وطريقتها سهلة جدا، مش صعبة ولا حاجة، وما خدتش معايا وقت في مطبخي ولا خدت صعوبية معايا ولا حاجة. هو الموضوع كله كان 10 دقايق مش اكتر، كل حاجة بتخلص وكل حاجة بتتعمل بتبقى زي العسل. دي بقى الملوخية الخضراء، ودي طبعا الملوخية الناشفة بتاعتي، شفتوا بقى دي من دي. اللي حابب بقى يشكلها زي ما انا عاملاها كده. انا عملت ما شاء الله دقيت ملوخية وعملت 3 اكياس حلوين بالكمية اللي كانت معايا. ودي طبعا الملوخية الناشفة اللي انا عملتها، فكانت كمية حلوة طبعا، كانت حلوة.
والله يا جماعة أنا هبطت من بنتي، معلش بقى اعذروني غصب عني، والله يا جماعة أنا بقول امتى بقى تكبر عشان خاطر الملوخية بتاعتها دي. أنا بقى غرفت الملوخية ديت وطبق الجبنة الحادقة الجميل ده بقى الفلاحي، مفيش أحلى منه مع الملوخية بقى. وطبعا حطيت العيش الفلاحي البلدي بتاعنا ده. طبعا حماتي اللي كانت خابزة يا جماعة بقى وجبنا عيش فلاحي حلو زي ما انتوا شايفين كده، ان احنا بنخبز عيش فلاحي على طول. فحطيناه بقى نغمس بيه الملوخية، هيبقى حلو قوي قوي. وطبعا ما نسيناش اهم حاجة، الاكلة دي كانت عايزة ايه؟ كانت عايزة بها ايه؟ بصلاية ناشفة كده. مش طبعا احنا مش هنعملها البصلاية، طبعا مش هنقطعها بخل والكلام من ده، لا هي الاكلة دي كانت عايزة كده بس. اكلة بسيطة وسريعة وخفيفة، بألف هنا وشفا. وتعالوا بقى اتغدوا معانا وقولوا لي بقى ايه رأيكم بقى في الملوخية بتاعتنا والطريقة والغدا بتاع النهاردة ده. احلى غدا النهارده او عشاء يا جماعه، حسب ما يهفكم مزاجكم. جبنه حادقه وملوخيه جميله خضراء. اشوفكم في فيديو جديد.